طيب كيف أتعامل مع تارك الصلاة ونحن أخوة في منزل واحد؟ تارك الصلاة يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى الله. كتير جدا يبقى واحد ما بيصليش بس تلاقيه عنده أخلاق وطيب وجميل وبيحب الخير للناس، بس هو عايز حد يقول له تعالى نصلي، ياخد بإيده زي ما بيقولوا. وأذكر كان واحد في منطقة شاب ما كانش بيصلي ورافض مسألة الصلاة تماما. فقاعدين كده، قاعدين في المسجد، هو بيصلي، في شاب تاني بقى بيصلي، فقاعد، فالمشايخ بيقولوا والله احنا حاولنا معاه ما بيصليش، هم كلهم في مربع واحد كده. فقال لهم طب سيبوني انا، هو مش شيخ ولا حاجه، فهو عارفه بيقعد على الكافيه المعين ده، راح جاب كرسي وقعد جنبيه كده بشويه، وبعدين سلام عليكم سلام، راح مقرب منه وقعد معاه، طلب مشروبه بتاعه، اتعرف عليه. تاني يوم عرف انه بيقعد في الساعه الفلانيه، راح قعد معاه. وبعدين لما قعد معاه تعمد ان وقت العصر يأذن او وقت المغرب يأذن، قال له 5 دقايق بس هصلي واجي لك، من غير ما يقول له حاجه. راح صلى ورجع له. العشاء أذن، قال له هصلي العشاء واجي لك. كسب بقى من نفسه وقت. بس ده كمان ايه، وسابه ما قالوش حاجه. يوم 2 3 كل ما يقعد معاه يسيبه ويروح يصلي ويرجع، يسيبه ويروح يصلي. وبعدين قال له انا بثق في رايك، او انت كده يعني شكلك شيك وبتاع، انت شكلك بتختار اللبس حلو، ما تيجي ننزل وسط البلد نشتري. نزل، قرب منه اكتر، جاء الوقت الاذان، قال له اقف بس كده دقيقتين في المحل هصلي واجي لك. فهو واقف جنب المحل، والمحل جنب المسجد، وهو ماسك الشنط واقف. قال ليه؟ بيقول لقيت نفسي مكسوف قوي، ورحت داخل تاني مصلي. سبحانك يا رب. وسنه سنه بقى بيحافظ على الصلاه. فهي عايزه ان احنا اللي ما بيصليش ده يعني نحببه، ناخده واحده واحده. بالضبط، حبيبه في ربنا، لان هو ما خرجش من المله. زي ما البعض يقول لك خارج من المله، ما تكلموش ازاي؟ ده هو مسلم، بس مسلم سايب ركن من اركان الاسلام، وركن مهم من اركان الاسلام. فكل انسان على معصيه محتاج ان احنا ناخد بايده، بس بطريقه هينه لينه طيبه.